لا ما هو اول خد مره على اروح كده بقى السنغال. كتير. خد على كده كتير. طمني على الرحله. يعني والرحله والله الطياره اطلعت في الساعه 8 اول امبارح بقى. ان احنا هنطلع على الجزائر، ومن الجزائر على السنغال. يمكن كان في كده ترانزيت ساعه في مطار حافي مسعود كريم بالقاسي الدولي. طبعا ده المطار الدولي في الجزائر طبعا، اللي استقبلتنا فيه العاملين والاطقم من المهندسين طبعا داخل المطار. استقبال حافل جدا، كان على اكمل ما يكون من دوله شقيقه زي دوله الجزائر طبعا. وفي بعد الترانزيت طبعا اتحركنا للذهاب طبعا للسنغال، وعلى الحدود والمجال الجوي الموريتاني طبعا لقينا الموضوع ان احنا بنلف ونرجع تاني للجزائر. كان في مشكله مع السلطات الموريتانيه، هي يعني ما احمد، استقبلتش يعني انتوا بعد ما الطياره. التصريح الخاص اتفضل. سامعني يا احمد كويس؟ ايه؟ سامعني كويس؟ الو. سامعني اه كده سامعك كويس؟ كويس. طيب بعد ما الطياره عملت تيك اوف من مطار اه يا فندم الجزائر اتفضل. رجعت تاني مطار الجزائر؟ رجع تاني مطار الجزائر من على الحدود او المجال الجوي الموريتاني. طبعا عرفنا طبعا بعد كده ان في حرب اهليه داخل موريتانيا طبعا، هي اللي تسببت في القلق ده. وطبعا لما حصل تنبيه بعدم دخول الطياره للمجال الجوي الموريتاني، طبعا الكابتن لف طبعا ورجع تاني لاقرب مكان اللي كنا فيه في مطار حافي مسعود في الجزائر. وقعدنا بقى من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا. طبعا تم التواصل مع من احمد كل قبل ده طبعا قعدتوا في مجلس الطياره يا احمد ولا الإدارة نزلتوا المطار؟ العام. كل ده قعدتوا في الطياره بقى تاني ما نزلتوا اما لا رجعتوا؟ في المطار، في لا المطار. طلعتوا لا المطار في يعني. المطار حسن مسعود طبعا قعدنا. امم. رجعنا لما رجعنا من موريتانيا، لما لفينا ورجعنا تاني حسن مسعود في الرجاء. فضلنا قاعدين بقى، فضلنا قاعدين. وصلنا تاني، رجعنا تاني الجزائر. كانت الساعه ساعتها 6 صباحا. وفضلنا قاعدين بقى لحد طبعا ما جت الموافقات. وطبعا حصل تواصل ما بين مجلس اداره نادي الزمالك بقياده اللواء عماد عبد العزيز وكابتن ابراهيم. طبعا حصل محل الموضوع طبعا من خلال طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللي اتحرك على الفور وعمل لجنه طوارئ لحل هذه الازمه. طبعا الموضوع اتحل، واتحركنا الساعه 1 الظهر من مطار حافي مسعود القاسي متجهين للسنغال. وصلنا بحمد الله الساعه 8:30 مساء. 8:30 مساء بتوقيت القاهره، 6:30 مساء بتوقيت السنغال.